أنا عندي واحد صاحبي يعتبر هو صاحب عمري اللي طلعت بيه من الدنيا. من فترة كده سمعت إنه عايز يتجوز تاني على مراته الأولى. قعدت أنصحه وأقول له بلاش، بس هو خد الخطوة واتجوز فعلا، وبقيت كل ما أقعد معاه ألاقيه فرحان وما عندوش أي مشاكل والدنيا ماشية زي الفل. الموضوع اشتغل في دماغي وقلت طب ليه أنا كمان ما أعملش زيه؟ هو أنا مش راجل ولا إيه؟ وفعلا شفت لي واحدة بنت حلال اتجوزتها من ورا مراتي، وطبعا كان لازم فكرة أقولها لمراتي عشان يبقى في سبب يخليني أغيب باليوم والاتنين عن البيت. فقلت لها أنا هفتح لي مزرعة فراخ وهجيب ناس تشتغل فيها، وكل كام يوم لازم أروح أشوفها وأتابع العمال. مراتي فرحت لي وعيالي قالوا هناكل فراخ ببلاش، ومن ساعتها وأنا عايش حياتي وكل يومين بروح لمراتي التانية. بس اللي ما عملتش حسابه إن مراتي تيجي في يوم وتقول لي عاوزة تروح تشوف المزرعة. ما لقيتش قدامي غير صاحبي وكلمته أسأله أعمل إيه في الموقف ده. قال لي وهو بيضحك يا عم أنت قلقان ليه؟ هبعت لك رقم أبو أصالة دلوقتي هيظبط لك كل حاجة. خدت منه الرقم واتصلت بالراجل، قلت له أنا من طرف حازم. قال لي عارف، لما يجي الدور عليك هتصل بيك تجيب المدام وتيجي وتبقى عامل حسابك في 2000 جنيه لزوم الشغل والحركات. استنيت شوية ولما الراجل اتصل أخدت مراتي والعيال ورحنا، وفعلا كانت مزرعة وفيها كام فرخة كده وعلى كام ديك عندهم تشنجات. وشوية وطلع لي أبو أصالة وقال لي أهلا برئيس مجلس الإدارة بتاع المزرعة. يا باشا قلت لك عاوزين ذرة وعلف زيادة للفراخ عشان وزنهم يزيد. أنا ومراتي انبهرنا وقالت لي طب هسيبك أنا يا حبيبي تشوف شغلك وهروح أرتاح أنا والعيال. واليوم مشي، ولما جينا على بالليل بقول لمراتي مش يلا بينا نمشي؟ قالت لي لا مش قادرة، احنا نبات هنا ونمشي الصبح. قلت لنفسي يا دي المصيبة. فجأة دخل أبو أصالة وهو ماسك تعبان كبير وبيقول لي التعبان اهو يا باشا اللي كان بياكل الفراخ. مسكته لوحدي والله عشان سم الفيران ما نفعش معاه. مراتي شافت التعبان تنحت وقالت لي قوم روحني دلوقتي. ساعتها كنت عايزة أسقف لأبو أصالة وأقول له انت راجل عبقري وتستاهل 10,000 مش 2000 بس.